درجة الحرارة. أول حاجة الجندر الجنس، تاني حاجة الايدج العمر، هل درجة حرارة واحد عنده 70 سنة أو 90 سنة زي واحد عنده 20 سنة؟ لا طبعا. ليه؟ لأن الميتابوليك ريت مختلف اللي احنا خدناها في الأول. recent activity اللي هو حد لسه عامل نشاط أو تمارين لسه دلوقتي حديثة، هل درجة حرارته زي حد كان نايم أو قاعد يتفرج على التلفزيون؟ time of day، هل درجة حرارة حد في عز الظهر في الشمس زي درجة حرارة حد الساعة 2 بالليل؟ الفود اند فلويد كونسامشن، هل درجة حرارة حد كان صايم زي درجة حد كان بآكل وشارب كويس؟ هنيجي بقى دلوقتي للكور بتاعة المحاضرة بتاعتنا، الكور اللي هو أساس المحاضرة بتاعتنا. أول حاجة إيه هو أنواع الترمومترات اللي أنا هستخدمها في البادي تمبريتشر؟ هنقولها إزاي؟ types of thermometer، thermometer اللي هو الترمومتر. طيب أي كلمة بالإنجليش هاخدها جديدة عليا هقسمها لمقطع أو مقطعين أو 3 حسب الكلمة. هنقول ايه؟ thermometer، thermometer، types of thermometer، thermometer. طيب ايه هي انواع الترمومترات؟ التايبس اوف thermometer، اول حاجة oral الفموي هحطه في الفم، rectal اللي هو الشرجي هيتحط في الشرج، الكترونيك اللي هو الالكتروني، تمبانيك اللي هو برضو الكتروني بس بيتحط فين؟ في الاذن، وهناخد الصور بتاعته دلوقتي. سترايب اللي هو عبارة عن شريط بيتحط على ايه؟ الجبهة. اورال، ريكتال، الكترونيك، تمبانيك، سترايب. طيب الاورال والريكتال اسمه ايه؟ ميركوري ثيرمومتر، ميركوري ثيرمومتر، ميركوري يعني زئبقي، يعني ترمومتر زئبقي، ميركوري ثيرمومتر، ميركوري ثيرمومتر اللي هو في الاورال والريكت. نيجي للجزئيه اللي كلكم بتتلخبطوا فيها اثناء الامتحان، جمعتها في جدول واحد وهربطها بحاجه معينه عمركم ما هتنسوها ان شاء الله. يلا نشوف مع بعض ايه هي دي. اول حاجه بليسز، ايه هي اماكن المتاحه ليا اللي انا اقيس درجه الحراره. تاني حاجه التايم، ايه الوقت المتاح لكل مكان، هل كل مكان ليه وقت معين؟ طيب تايبس، ايه هو نوع الترمومتر اللي انا هستخدمه للمكان اللي انا اخترته. نوتس، ايه هي الملاحظات اللي اخد بالي منها لكل مكان. يبقى انا عندي 4 حاجات. ايه هي الاماكن المتاحه ليا اللي انا اقيس منها درجه الحراره، ايه الوقت المتاح لكل مكان، ايه نوع الترمومتر اللي انا هستخدمه، وايه هي الملاحظات اللي اخد بالي منها. نيجي لاول حاجه البليسس، المكان. عندي 5 اماكن: axillary، oral، rectal، air، frontal. axillary الابط، oral الفم، ريكتال الشرج، اير الاذن، فرونتال اللي هي الجبهه. وهنبدا بالاكسيلاري اللي هي بدايه الحروف بالانجلش حرف الاي، وهقول لكم ليه دلوقتي. يبقى عندنا الاماكن المتاحه اكسيلاري، اورال هتبقى اندر التانج تحت اللسان، الاورال هتبقى اندر التانج تحت اللسان، ريكتال في فتحه الشرج، اير في الاذن، فرونتال اللي هي ايه؟ الجبهه. طيب نيجي بقى ناخد الوقت المتاح لكل حاجه. احنا قلنا ايه؟ هنبدا بالايه؟ الاكسيلاري عشان بادئ بحرف الايه بدايه الحروف بالانجلش، وبعدين الاورال والريكتال. خلوا بالكم معايا في ال3 دول. الوقت عشان بتتلخبطوا فيه هتبقى ارقام فرديه. الاكسيلاري 5 دقايق، الاورال 3 دقايق، الريكتال دقيقه. ركزوا معايا في الحته دي. هنبدا ب5 دقايق رقم فردي، بعد ال5 ايه؟ 3، وبعد ال3 الرقم الفردي ايه؟ 1. يبقى الاكسيلاري 5 دقايق، الاورال 3 دقايق، الريكتال دقيقه، الاير عشان الكترونيك بتبقى سكند ثواني،
والفرونتال برضو بتبقى الكترونيك، فبتبقى ايه؟ ثواني. نيجي دلوقتي للتايبس اللي هي انواع الترمومتر اللي انا هستخدمه لكل مكان. الاكزيلاري والاورال والريكتال التلاتة بستخدم ميركوري والكترونيك اللي هو الزئبقي والايه والالكتروني. الاير والفرونتال بستخدم ايه؟ الالكترونيك. طيب الاير الكترونيك ما بين قوسين اسمه تمبانيك. الفرونتال الكترونيك ومن قوسين سترايب يعني شريط بحطه على الجبهه في ثواني بتطلع لي ايه النتيجه. يبقى الاكزيلاري والاورال والريكتال ميركوري اللي هو الزئبقي والكترونيك، ميركوري والكترونيك، ميركوري والكترونيك. الاير الكترونيك اللي هو ايه؟ تمبانيك. الفرونتال الكترونيك وما بين قوسين ايه؟ سترايب. طيب ايه هي النوتس اللي انا اخد بالي منها؟ في الاكزيلاري هزود نص درجة على القراءة، يعني لو انا قست اكزيلاري تحت الابط وطلعت النتيجة 37.5 هزود نص درجة هتبقى 38. طيب الاورال نفس القراءة، يعني لقيتها 37.5 هتبقى 37.5، لقيتها 37 وشرطتين هتبقى 37 وشرطتين. الريكتال هنقص نص درجة، يعني لو لقيتها 38 هنقص نص درجة هتبقى كام؟ 37.5. طيب في حاجة اسمها لوبريكانت ان انا هدخل في مكان فتحة الشرج، فلازم يبقى فيه مادة ملينة اللي هي اسمه لوبريكانت. الاير والفرونتال نفس القراءة، يعني القراءة اللي هتطلع قدامي الكترونيك هي اللي هكتبها. يبقى في الريكتال هنقص نص درجة، في الاكزيلاري